اللي في البنطلون ده بقعة منوكير او طلاق الاظافر زي ما بتقولوا عليه. صاحبة البنطلون كانت بتحاول تنظف البقعة ديت وما عرفتش انها تنظفها، كمان خلت الوبر بتاع البنطلون يدوب منها، كمان خلت حوالين المنطقة اللي مكان البقعة تفتح منها بالشكل ده كده. عشان كده في الفيديو ده هقول لكم على طريقة سهلة جدا هتقدروا تطلعوا بيها اي بقعة منوكير موجودة سواء كانت في الملابس بتاعتكم او موجودة في المفروشات بطريقة صح وكمان بطريقة سهلة جدا. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكمل الفيديو مع بعض للاخر. معظم الناس لما بتلاقي بقعة مونوكير زي ديت اول حاجه بتيجي في بالها ان هي بتجيب منظف وبتجيب فرشه وبتبدا ان هي تدعك البقعه ديت، بس للاسف الطريقه ديت ما بتطلعش البقعه، وكمان ساعات بتاثر على الوان ونسيج الملابس، لان قبل المنظف اللي احنا هنستخدمه بنحتاج الاول ماده كحوليه عشان تزيل البقعه ديت وتسهل طلوعها معانا من الملابس. الطريقه دي افضل طريقه هتقدروا تطلعوا بيها اي بقعه مونوكير موجوده في الملابس اللي عندكم بكل سهوله. بنجيب كيس زي ما انتوا شايفين كده وبنحطه ما بين الملابس وبعضيها عشان لما نيجي نطلع البقعة ما تطبعش في مكان تاني. قبل ما بنستخدم اي منظف في تنظيف بقعة المونوكير هي الاول بنحتاج مادة تذيب البقعة ديت، وافضل حاجة ممكن تذيب البقعة ديت هو الاسيتون بتاع مزيل طلاء الاظافر. طبعا اي حد بيستخدم المونوكير طبيعي ان هو هيكون عنده اسيتون في البيت. طب لو ما عندناش اسيتون ممكن نستخدم تونر وممكن نستخدم بنزين عادي، بنفضيه بشكل مباشر على البقعة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده من غير منظف ومن غير اي حاجه، بنحطه لوحده بس كده فوق البقعه، ما بنكترش وبنحاول ان احنا نحطه فوق البقعه بس ومش حوالين البقعه لان كترته مش هيبقى لها اي لازمه. بنفضل اسيتون وبنسيبه زي دقيقه او دقيقتين، واول ما نحس ان هو بدأ ان هو ينشف او يجف بنعيد برضو نفس القصه تاني، وده احنا بنحدده على حسب حجم البقعه. يعني في بقعه ممكن تكون خفيفه دي بنحتاج ان احنا نعملها مره او مرتين بس، وفي بقعه زي اللي انتوا شايفينها ديت بتكون مركزه وبتكون البقعه كبيره فبنضطر ان احنا نعمل الموضوع ده مره واتنين وتلاته. كل ما بنزيد تكراره كل ما بنلاقيها سهل انها تطلع معانا. بعد كده بقى بنجيب معلقه صغيره وبنبدا ان احنا نشيل بقع المونوكير دي، هتلاقيها بتطلع معانا كده بسهوله جدا. بنحاول ان احنا بنشيل الطبقه الزياده اللي بتكون موجوده على سطح الملابس بالمعلقه، وهتلاقوها في المعلقه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. حاجه مهمه برضه عايزكم تاخدوا بالكم منها، انتوا لما بتستخدموا الاسيتون عشان بيبقى فيه ماده كحوليه، اول الماده الكحوليه دي ما بتطير فالبقعه بترجع تنشف تاني، فاحنا برضه بنضطر ان احنا ممكن نعيد الموضوع مره واتنين تلاته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما بنشيل اي زياده او اي بقعه مونوكير زياده موجوده على سطح الملابس او موجوده ما بين النسيج، بنحاول نخفها خالص على قد ما نقدر. كده احنا شلنا بقعة المونوكير اللي موجودة على سطح الملابس. عشان نشيل بقى بقعة المونوكير اللي ما بين النسيج بتاع الملابس ذات نفسه بنجيب كوباية بنفضي فيها شوية ماء سخنين وبنحط عليهم أي سائل غسيل ملابس احنا بنستخدمه عندنا في البيت، وبنحط عليهم شوية أسيتون، وبعد كده بنفضيه مباشر برضو فوق البقعة. بنجيب فرشة أسنان والفرشة تكون ناعمة، لو مفيش فرشة ناعمة ممكن ندعك الملابس في بعضيها بإيدينا كده. وزي ما قلت لكم قبل كده ان الاهم من المنظف اللي احنا هنستخدمه في طلوع اي بقعة هي الطريقة ذات نفسها اللي هنطلع بيها البقعة. زي ما انتوا شايفين بقعة المونوكير اختفت خالص اهيت. بعد كده بقى بناخد القطعة بنغسلها في الغسالة. يا ريت بقى تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد.